في ناس كتير فاكرة إن اللي اتربى في بيت مليان حب واهتمام مستحيل يقع في علاقة مؤذية، يعني لو واحد أو واحدة كبروا وسط أب وأم بيحبوهم وبيسمعوهم وبيحسسوهم بالأمان، المفروض لما يكبروا يعرفوا يختاروا صح. لكن الواقع بيقول غير كده تماما. ممكن تلاقي شخص عايش طفولة مستقرة جدا وتربى وسط أسرة صحية، ومع ذلك يدخل علاقة تستنزفه نفسيا ويخرج منها مكسور ومش فاهم إزاي ده حصل. إذا كان الحب موجود من البداية، ليه ما حماش صاحبه من الوقوع في الأذى؟ الإجابة بتبدأ من فهم حاجة مهمة جدا عن طبيعة الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي. إحنا مش بنتولد محتاجين أكل وشرب بس، إحنا بنتولد محتاجين ارتباط، محتاجين نحس إن في حد قريب مننا فهمنا ومهتم بينا. علماء النفس جون بولبي وماري إنسورث أصحاب نظرية التعلق اكتشفوا إن العلاقة اللي بتتكون بين الطفل وأهله بتبني نموذج داخلي للعلاقات جوه دماغه. النموذج ده بيكمل معاه وهو كبير. لكن في نقطة ناس كتير بتفهمها غلط: التعلق الآمن مش معناه إنك مش هتحتاج حب بعد كده. بالعكس، الشخص اللي اتربى وسط حب صحي غالبا بيكون عنده قدرة أكبر على الحب والارتباط. هو ببساطة اتعلم إن العلاقة حاجة جميلة، فطبيعي يدور عليها لما يكبر. اللي بيحصل إن دماغنا مش بتدور على نفس الأشخاص، لكنها بتدور على نفس الإحساس بالأمان، الإحساس إن حد مهتم، الإحساس إن في حد موجود جنبك. وعشان كده تلاقي ناس كتير بيقولوا نفسي ألاقي راجل شبه أبويا، أو نفسي ألاقي واحدة فيها صفات أمي، مش لأنهم عايزين نسخة طبق الأصل، لكن لأنهم عايزين يعيشوا نفس الشعور اللي عرفوه زمان. وهنا بقى بنوصل لنقطة مهمة جدا: حب الأهل وحب الشريك مش نفس الحاجة. حب الأهل غالبا قائم على الرعاية والدعم غير المشروط، أما الحب العاطفي فجواه عناصر تانية خالص: انجذاب، رغبة، غيرة، شراكة، احتياج متبادل، بناء حياة مشتركة. يعني حتى لو الإنسان أخد كل الحب اللي محتاجه من أهله، هيفضل عنده احتياج طبيعي إنه يحب ويتحب بشكل رومانسي. المشكلة بقى إن الناس بتفترض أحيانا إن اللي اتربى صح هيبقى محصن ضد العلاقات المؤذية، وده مش حقيقي. في الحقيقة أحيانا الأشخاص اللي عاشوا وسط ناس محترمة وصادقة ممكن يتأخروا في ملاحظة الأذى. ليه؟ لأنهم ببساطة مش متعودين عليه. لما تكون طول عمرك شايف الاحترام حاجة طبيعية، ممكن تبرر قلة الاحترام في البداية. لما تكون متعود على الصدق، ممكن تستبعد فكرة إن اللي قدامك بيكذب. لما تكون متربي على النية الحسنة، ممكن تدور على الأعذار للشخص المؤذي بدل ما تشوف الحقيقة زي ما هي. وده مش ضعف ومش غباء، دي ببساطة الطريقة اللي دماغنا بتشتغل بيها. احنا دايما بنفترض ان الناس التانية شبهنا، او على الاقل عندهم نفس المبادئ الاساسية اللي اتربينا عليها. وعشان كده ممكن شخص سوي نفسيا يقع في علاقة مؤذية، مش لانه محتاج يتعالج ولا انه عنده عقدة، لكن لانه انسان طبيعي دخل العلاقة وهو متوقع الخير. وفي المقابل، الشخص اللي اتحرم من الحب وهو صغير ممكن يدخل العلاقة لسبب مختلف تماما. هو مش بيدور على شريك بس، هو بيدور على تعويض، بيدور على الفراغ اللي جواه، بيدور على الحب اللي ما خدوش. وعشان كده ساعات بيتمسك بأي اهتمام بيتقدم له حتى لو كان مؤذي. الغريب إن النتيجة النهائية ممكن تبقى واحدة: الشخص المحروم من الحب ممكن يقع في علاقة مؤذية لأنه محتاجها زيادة عن اللزوم، والشخص التاني اللي شبه حب ممكن يقع فيها برضه لأنه متوقع الخير زيادة عن اللزوم. واحد داخل من باب النقص والتاني داخل من باب الثقة، لكن الاتنين بشر والاتنين ممكن يغلطوا في الاختيار. عشان كده الحب اللي بناخده من أهلنا مهم جدا، لكن مش ضمان ضد الألم. هو بيدينا أساس قوي لكن مش بيدينا حصانة، لأن العلاقات العاطفية ملعب مختلف تماما، في مشاعر أعقد واختيارات أصعب، وأشخاص أحيانا بيظهروا صورة مختلفة عن حقيقتهم. ويمكن دي واحدة من أغرب الحقائق في الحب: إن الإنسان مش بيتأذي بس لأنه كان محروم من الحب، أحيانا بيتأذي لأنه كان مؤمن جدا بوجوده. ما جاي عشان أقول لك الضلمة. سلام.